السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو يلقاكم على خير وفي احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم الوصفه ديال الحلوى د العيد اللي درت هاد العام صوبت درت اون بات اللي صوبت بها 4 ديال الاشكال ديال الحلوى اللي كيجيو بنان وهشاش. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. حاولت نعطيكم دي زيدك باش تذوقوهم. بقاو معايا باش تشوفوا التفاصيل. بالنسبه للمقادير غادي نبغيو 300 غرام ديال الزبده درجه حراره الغرفه، سكر كلاصي 175 غرام، 2 ساشيات ديال لافاني، تقدروا ديروا الروح د الفانيلا عندكم، شويه د الملحه، ديك الملحه اللي كنديروها باش كتطلع النسمه ديال لافاني في العجينه. وكنبداو نخلطوا هاد العناصر اللي شفتوا حتى كنحصلوا على هاد لا بوماد اللي كتشوفوا. تندوبوا مع داك السكر مع الزبده كنحصلوا على اون موس. من بعد كنزيدوا عليها 2 بيضات وكنخلطوا العجين، وعاد كنبداو نزيدوا الطحين بشويه بشويه. الطحين كنبغيو فيه 650 غرام ديال الطحين، كتقدروا ديروا ما بين 600 حتى 700 غرام على حسب الطحين اللي عندكم. انا جاتني 650 غرام. العبار ديال 5 د الكيسان ديال العنبه ونص. كنبداو نزيدو بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. هي هاد العجينه ما كتبغيش تعجن، نعجنوها بزاف باش كتجينا الحلوى هشيشه ومصابليه كما شفتوني. كنحصلوا على هاد العجينه كما شفتوا دابا. هنا غنحاول نخرج منها 4 ديال لي بول. شتي كيفاش كتجي من الداخل، كتبان هشيشه العجينه وزوينه. الوغ هنا كنبداو كما قلت لكم غنشكل 4 ديال الكرات، وكل وحده غادي ندير ليها شكل. هادي غندير فيها القشور ديال الحامض، شديت حامضه حكيتها وغنزيدها للعجينه. ندخلها فيها بهذه الطريقه هذه. حاولوا كما قلت لكم ما تعجنوهاش بزاف عاد باش يندمج الحامض مع العجينه ديالنا وصافي. الاخرى غندير فيها شوكولاط فيرميسيل، هذه باش نشكل بها واحد لي كوكيز. الاخرى غندير فيها الروح ديال اللوز ولا ديال الكراميل اللي عندكم. انا درت ديال اللوز هو باش كيندمج لينا في العجينه. راه غنزيد عليه واحد المعلقه ديال الطحين وكنجمع العجينه ديالي. هذه اللي بقات لينا الاخر، الكره الاخرى اللي بقات لينا غنقسمها على 2. غنخلي وحده طبيعيه بلا فاني ديالها، وهذه غنزيد ليها معلقه صغيره ديال الشوكولاط بودغ، شوكولاط غبره نوعيه جيده من الاحسن. صافي وكنحصلوا على هذا العجين كما شفتوا. دابا غندوز للشكل الاول. هذا ديال الصابلي اللي فيه نص شوكولا نص فاني. غنبسطوا العجينه ما بين 2 ورقات ديال الطبخ بحال هكا. كنحاولوا نرقوها مزيان
بهذه الطريقه اللي شفتوا. ومن بعد كنبداو نشكلو، كناخدو الطابع. انا درت هذا الطابع هذا اللي فيه جهه دايره وجهه اطوال نجمه. تقدروا اي طابع عندكم. المهم هادو حاولت نشارك معكم الموديلات اللي درت. من بعد راه كنحيدوهم بهذه الطريقه، كنهزو الكاريط من التحت وكنهزو العجينه ديالنا باش ما كنديفورميوهاش. قبل كنديروها في الثلاجه شويه باش كتسهل علينا نحيدوها من الورق الطبخ. بالنسبه للكره الاخرى اللي درنا فيها الفيرميسال، هذه غنشكلو بها الكوكيز. درت على شكل كما هكا العجينه، طولتها بهذا الطول ومن بعد درتها في ورق سولفيريزي وندخلها الكونجيلاتور شويه باش تبرد باش تسهل علينا نقسموها. الاخرى اللي درت فيها الروح ديال اللوز قطعتها بهذا الطابع هذا ديال وريضه. هذه غندير جهه ملسه وجهه مثقوبه من الوسط على الطريقه اللي شفتوا. الاخرى اللي فيها الحامض هذه كنشكلوها كرات على هذا الشكل، وكنفندوها في الكوكو بهذه الطريقه اللي شفتوا. كنشدو كل كره كندوروها في الكوكو بهذه الطريقه حتى نكملوا الكرات ديالنا كاملين. كنحاولوا نثقبوها بشي حاجه هكا مقمقمه ودايره بهذه الطريقه. بالنسبه للكوكيز اللي صوبنا كما قلت لكم كنخليهم شويه في الثلاجه، من بعد كنقسموها على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الكوكيز راه غنزينو في الجنب باللوز مهرمش. كندهنها بالبيض د البيض في الحاشيه وكندير لها كنفندها في اللوز مهرمش بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للحلوى د الحامض غادي نصاوب ليها واحد الكريمه، واحد لاكريم بالحامض. هنا غنشدو واحد الكاسرونه غنديرو فيها نص كاس ديال الحامض، عصير الحامض اللي هو ديجا مصفي، نص كاس ديال الماء بارد، 5 المعالق ديال سكر سنيده، ومعلقه ديال المايزينا مقبى، وكنزيدو ليها الروح ديال الحامض باش تعطينا حتى اللون. من بعد راه كنخلطوا هاد العناصر وكنديروهم في فوق العافيه مهيله، وكنخليوها طيب وحنا كنخلطوا حتى كيتقل لينا الخليط. وكنحصلوا على هاد الكريمه اللي شفتوا. هذه كتجي صحيه وبلا جيلاتين وزوينه باش نزينوا بها الحلاوي ديالنا. هنا الكوكيز من بعد ما طاب، بالنسبه للفران راه كنشعلوا عليه لتحت العافيه اللي تكون ناقصه 160 درجه، وكنطيبوا الحلوه ديالنا كامله بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم. هنا بالنسبه للشكل ديال الورده راه غنسلق بحال هكا الطريقه هذه بحال هكا. غندير ليها الكراميل بيغ سالي من الوسط، ومن الفوق راه غادي ندير ليها كاوكاو مهرمش. كندير لابارتي الفوقانيه هو الاول كندهنها بشويه د لا كونفيتور ديال المشماش، كنحطها فوق الكاوكاو باش كيلصق فيها مزيان. كنبقاو مستمرين حتى كنساليو هذوك الجهه الفوقانيه كامله، ومن بعد كندوزو لابارتي التحتانيه وكنعمروها بالكراميل بيغ سالي.
تقدروا ديروا الكونفيتور الا ما عرفتوش الكراميل بور سالي، تقدروا تعمروها بالكونفيتور. انا كيعجبني بهذا الكراميل، كتجي بنينه الحلوه. ديجا لاباط كنا درنا ليها الروح ديال اللوز مع هذاك الكراميل، كتجي بنينه. كما شفتوا كنحصلوا على هذا الموديل اللي كما شفتوا كيجي زوين. الكراميل ملي كنبغيو نديرو كنحاولوا ما نوصلوش للحاشيه البرانيه باش ما تيخرجيناش من الجناب، باش كيبقى في لابارتي الوسطانيه ديال الحلوه. كيعجبني انا هذا الشكل ديال الحلوه، كيجيني زوين وبنين. بالنسبه للموديل الاخر ديال الجيمات، هنا غادي نشدو 100 غرام ديال الشوكولات، كنزيدو عليها معلقه ديال الزيت النباتيه وكندوبوها في البان ماغي بحال هكا حمام مريم حتى كنحصلوا على الشوكولا دايبه بهذه الطريقه. وبالنسبه لهاد الحلوه كنديروا تنشدو النجمه ديالنا، كنحطوا فيها واحد النقطه ديال الشوكولا من اللور وكنلصقوها فوق من الجهه التحتانيه. كنحاولوا نخلطوا ما بين البيض والكحل، اللي درنا الفوقانيه بيضه كنديروا تحتانيه كحله ديال الشوكولا كما شفتوا. بهذه الطريقه حتى تنكملوا نلصقوهم كاملين حتى تنكملوا الموديلات اللي عندنا كاملين. هذيك الكريم د الحامض ملي كنخليوها تبرد شويه تنحس تولي بحال هكا ثقيله كما شفتوا. هذه كتجي زوينه وبنينه، هاد لا كريم كتجي منسمه بالحامض وطبيعيه كما شفتوا، ما فيهاش شي مواد اخرى كيماويه. كنعمروا هذيك لابارتي الوسطانيه اللي ديجا تقدنا في العجين بهذه الطريقه. هاد الحلوه كتجي بنينه بالنسبه للكوكو والحامض، كتجي زوينه وهشيشه، كتجي بحال الغريبه واخا هي صابلي. نتمنى يعجبكم الموديلات اللي شاركت معكم، والى وصفه جديده ان شاء الله.